قصتنا تبتدي بشاب خلنا نسميه أحمد. أحمد من يوم وهو صغير كانت عنده مشكلة. أحمد إنسان شكاك وسواس 24 ساعة، من أبسط الأمور يشك فيها، ودائما أمه وأبوه وإخوانه وخواته وأهله وربعه والناس اللي يعرفهم يقولوا له يا أحمد الوضع مو طبيعي عندك، يا أخي خف الريس، يشك في فلان وعلان وفلانة وعلانة. ما يصير الوضع هذا يا احمد، باكر اذا تزوجت الشيء هذا بيأثر فيك. وفعلا احمد بسبب الشيء هذا جاب العيد. المهم مرت الايام واحمد قاعد يكبر مع السنين، والطبع اللي فيه اللي هو الشك ما راح منه ابدا، بالعكس كل مره يشك اكثر واكثر، وكل مره اهله واخوانه وربعه ينصحوه يا احمد شيل هذا الطبع منك يا احمد، هذا الطبع ابدا مو بزين. بس احمد لا اسمع لا ارى لا اتكلم، ما في، يسمع من هني يطلع من هني، يقول هذا الطبع انا فيني، ما اقدر اغير الطبع هذا فيني. المهم مرت الايام والاسابيع والشهور والسنين، وكبر احمد، تخرج من المدرسه من الثانويه ودخل درس الجامعه، وخلص 4 سنوات في الجامعه. وفي خلال الفتره اللي قضى فيها احمد في الجامعه تعرف على بنيه. هذه البنية أحمد يعني أعجب فيها، بأخلاقها وبأدبها بأسلوبها وحوارها، وكيف إن هي إنسانة مثقفة ومحترمة وبنت ناس. لما يقولوا لك هذه بنت ناس بنت أصل، هذه هي. فأحمد لما شاف البنت هذه راح قال حق أمه يمه أنا هذه البنت يعني 4 سنوات قضيت معها في الجامعة، فيعني إذا في مجال إن نحن نتقرب من هذه البنت ونتقدم ونخطبها ونطلبها على سنة الله ورسوله، فأنا بكون يعني أسعد إنسان، لأن فعلا البنت هذه دخلت مخي وصراحة أشوفها أن هي زوجة مناسبة لي. فقالت أمه خلاص يا أحمد تم، ابشر. طبعا احمد لما كان في الجامعه راح عند البنت وقالها انه صراحه انا معجب فيك وكذا وكذا وكذا، وابغى رقم الوالد اذا ما عليك امر. فالبنت اعطته رقم ابوها، 4 سنوات مع بعض في الجامعه يدرسون، احمد اعجب فيها، على طول طلب رقم ابوها. فعرفت على طول ان احمد انسان سيده ما يبي يلف ويدور، لا يروح يكلمها من وراء اهلها ولا هالامور كلها. وهذا الشيء صح يا جماعه الخير، حبيت بنت اعجبت في بنت لا تروح تكلمها من وراء اهلها ومن وراء اهلك، ترى والله العظيم هذه مش رجوله فيك اذا انت تسوي الشيء هذا. حبيتها روح صارحها وروح كلم اهلها، شغل من وراء الطاولات من تحت الطاولات هذه ابدا مش حلوه، لان الشيطان بيدخل في الخط ويعني خليكم في السيف سايد. المهم بعد ما احمد اخذ رقم ابو البنت راح احمد وكلم ابو البنت وقال والله يا عمي يعني نحن طالبين القرب منكم وما ادري ايش وما ادري شو الكلام هذا كله. وفعلا راح احمد وامه وابوه واهله الى بيت البنت وتقدم للبنت، وبالفعل خطب البنت. المصيبه يا اخوان انه احمد لما خطب البنت، طبعا البنت كانت فيها طبع ان هي دائما تحب تطلع مع صديقاتها كثير مع ربيعاتها. فأحمد لما عرف الشيء هذا فيها كان ما يعجبه أبدا، كان يقول لأمه إنه يمه تراها تطلع كثير، يعني كل مرة تطلع مع ربيعاتها يعني يوم يومين ثلاث مو أكثر عن مرة في الأسبوع. فأحمد بدأ يشك فيها. قالت لأمه يا أحمد ولدي ما يصير الكلام هذا، يا أخي صلي على النبي وهدي وروق، يعني البنت أنت لسه يعني توك متقدم لها وخطبتها، مسرع ما تشك فيها تراها تطلع مع ربيعاتها يا ولدي، يعني ليش تشك ما يحتاج الشك هذا اللي فيك. قال يا يما انا هذا الكلام ما ارضى، اوكي تطلع مع ربيعاتها ما قلنا لا، بس لا تكثر طلعات. ما انا لو جبت عيال مين بيهتم في عيالي ومين بيهتم في البيت، كل يوم طلعه ورا طلعه، ما يصير الكلام هذا يما. وبعدين ايش درى انا هي ايش تسوي، يمكن هي ما تروح تطلع مع ربيعاتها، يمكن هي تروح تطلع معاه شباب الله اعلم. قالت ام احمد خل عنك الكلام هذا، استعوذ بالشيطان صلي على النبي وشل كل الافكار السلبيه هذه من مخك، لا تتم تشك، الشك هذا مرض يا ولدي، من يوم وانت صغير انا قلت الكلام هذا. بس احمد مثل ما هو يسمع من هني ويطلع من هني. مرت الايام واحمد تزوج البنت على الرسول وسكنوا في بيت واحد. طبعا احمد طبع الشك اللي فيه ما تغير، والبنت الطبع ان هي تطلع مع ربيعاتها ما تغير. فاحمد كواحد شكاك لما يشوف ان زوجته تطلع مع ربيعاتها كثير يبدا يشك والله انه يمكن هي تروح من وراه، يمكن تروح من الشكاك
100%. فمرت السنين وجابوا العيال، وبعد مرور تقريبا 20 سنة، نحن نتكلم عن فترة 20 سنة زواج. 20 سنة مو بفترة بسيطة أبدا. وجابوا عيال وكبروا عيالهم ودخلوا مدارس. ففي شيء كانت زوجته تسويه دائما. أحمد لما كان يروح للدوام، وعيال أحمد لما كان يروحوا للمدرسة، في منهم في المدرسة وفي منهم توظفوا، فلما البيت يفضى الفترة هذه، البيت لما يكون فاضي، زوجة أحمد دائما كانت تروح لبيت معين. هذا البيت دائما هي تروحه. أحمد في البداية ما كان يعرف الكلام هذا. طبعا كان عنده ولد صغير آخر العنقود. هذا الولد كان يعني عمره تقريبا من باب السنتين إلى 4 سنوات، يعني قبل المدرسة بكم سنة، لسه ما يروح المدرسة، صغير بعده في البيت. فالفترة هذه لما أحمد يروح الدوام مثل ما قلنا، وعياله يروحون المدرسة أو دواماتهم، البيت هذا لما يكون فاضي دائما هذه البنت زوجته تروح لهذا البيت. بيت أحمد ما يدري عنه هذا البيت مين، وما يدري ليش أساسا هي تروح البيت هذا. فلما أحمد كان قاعد في مكتب الدوام، حس بتعب، فراح لمديره وقال يعني لو سمحت أبغى أطلع من الدوام بدري، لأني والله أحس نفسي تعبان ومدوخ ويعني حالتي حالة. فقال المدير خلاص فارق طيب، روح أطلع من الدوام وتوكل على الله وريح في بيتكم، أمور طيبة. مديرهم كان عسل على عسل. فأحمد راح واتجه للبيت، ويا ساتر يا عفو الله، أحمد لما رجع البيت طبعا كالعادة البيت فاضي، لا عياله موجودين ولا زوجته موجودة. عياله منهم في الدوامات ومنهم في المدارس. فلما دخل أحمد البيت، ما لقى حد، ما لقى زوجته ولا حتى ولده الصغير. فأحمد بدأ يعصب، بدأ ينهار، ويقول يعني هذه وين تروح بالضبط؟ يعني أوكي قلنا صديقاتها، بس معقولة أكثر عن مرة الشيء هذا؟ أول شيء أعطاها فرصة، قال لا لا لا، أنا أهلي نصحوني إني أنا ما أكون شكاك، لا خلي الشك على صوب، خليني أروق وهدي وأعطيها كذا فرصة. وفعلا أحمد صار كل مرة يحاول يرجع من الدوام بدري أكثر وأكثر عشان يشوف شو سالفة زوجته، وين زوجته تروح بالضبط. وفي اليوم اللي بعده لما أحمد راح الدوام كالعادة نفس الشيء، استأذن من المدير وقال أنا عندي ظرف وأبغى أرجع اليوم بدري من الدوام. طبعا المدير يعني في البداية قال يعني أحمد إذا أمورك مش في التمام ترى بعطيك إجازة أكثر عن يوم، ما عندي مشكلة، بس ما يصير كل مرة تيجي تقول لي والله بطلع بدري لأن أنا تعبان ومريض. تبغى إجازة مرضية بعطيك إياه أسبوع أسبوعين اللي تبغاه، بس كل يوم تقول لي بطلع بدري عشان تعبان، لا الكلام هذا ما ينفع. قال المدير بس اليوم آخر يوم طلعني اليوم بدري، وإن شاء الله إذا حسيت بتعب زيادة باخذ إجازة أسبوع كامل. فقال المدير خلاص تمام فارق طيب. طلع من دوام بدري اليوم اللي بعده وبنفس الكربة نفس الموضوع، ورجع من الدوام دخل البيت ما لقى حد في البيت ولا لقى زوجته في البيت. أحمد هني الشك وصل ليفل ماكس، قال لا 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 الوضع زاد الحده. يعني أمس أنا جيت من الدوام ما لقيته في البيت، واليوم رجعت من الدوام بعد ما لقيته في البيت. يعني معقولة تطلع مع ربيعاته؟ وأنا كذا مرة يعني نحن متزوجين 20 سنة اتفقنا ان تطلع مع ربيعاته فقط في الويكند، نص الاسبوع ما في الكلام هذا. فأحمد بدأ يعصب ويشك وينهار من الداخل، بس قال أنا بسكت، ما بفتح الموضوع معاها ولا بفتح موضوع مع أهلها ولا مع أهلي، الموضوع هذا بيكون بيني وبين نفسي، أنا بنفسي بكتشف هذه وين تروح. فشو سوى أحمد؟ يوم اللي بعده أحمد لما كان في الدوام كان متضايق وفكر كثير، فصديقه ربيعه خلينا نسميه محمد شافه محمد وقال أحمد سلامات، أحسك يعني مش على بعضك، أنت يعني هاليومين ثلاث مش على بعضك، يعني قبل أمس طلعت بدري وأمس طلعت بدري واليوم مش على بعضك. أحمد فيك شيء يعني تبغى مساعدة ولا شيء؟ طبعا محمد كان جدا قريب من أحمد، فقال محمد شوف أنا أخوك سنين نحن نعرف بعض، أنت قل لي الموضوع وفارق طيب، أمورك طيبة، موضوعك وسرك في البير، أنت قل لي إيش اللي عندك فضفض لي وأنا مستمع لك. قال والله شوف وقت الاستراحة بقول لك الموضوع. فقال تم، وبالفعل مر الوقت إلى ما وصلنا وقت استراحة الدوام. راح محمد لأحمد وقال يلا يا أحمد قل لي إيش عندك. قال أحمد والله يا محمد زوجتي أنا متزوجها 20 سنة
ونحن متزوجين على باب 20 سنة وعنا عيال والحمد لله الأمور كلها طيبة. لكن الفترة هذه الأخيرة طبعا قبل يعني أيام الخطبة وهذا كانت تطلع مع ربيعاتها كثير، بس في اتفاق كان بيني وبينها إنه ما نطلع أو هي ما تطلع مع ربيعاتها إلا وقت الويكند، تخفف الطلعات مع ربيعاتها إلا بس في الويكند. فقال محمد طيب تمام شو المشكلة؟ قال شوف أنا عندي عيالي في منهم متوظفين وفي منهم في المدرسة، بس عندي ولد صغير آخر العنقود عمره يعني تقريبا 4 إلى 5 سنوات، يعني لسه ما راح المدرسة. فقال محمد طيب كمل شو السالفة؟ قال يعني شوف أنا لاحظت إنه قبل أمس وأمس لما طلعت بدري من الدوام يا أخي رجعت البيت حرفيا فاضي، لا لقيتها هي داخل البيت ولا لقيت ولدي الصغير داخل البيت. فقال محمد طيب يعني شو المقصد، يعني انت وين تبى توصل؟ قال يا اخي انا فيني فضول ابى اعرف ايه هي وين تروح في الفتره هذه لما انا اكون في الدوام والفتره العيال يكونوا برا البيت، زوجتي وين تروح بالضبط؟ الفضول ترى ذابحني. قال محمد شوف يا احمد انا 200 الف مره قلت لك الشك هذا لازم تشله وتعقب على جنب باسرع وقت، لان انت من يوم وانت صغير فيك العاده هذه، لا تشك يا احمد لا تشك يا اخي، الشك مرض، اللي انت تسويه هذا مرض. يعني معقوله زوجتك 20 سنه زواج بينكم عشره وملح وعيال معقوله بتروح تخونك؟ قال انا ما قلت ان هي تخونني، بس يعني يا اخي الوضع ابدا مش تمام، المفروض هي تقول لي انه والله انا هالفتره انا اطلع، مو تروح تطلع من وراي. يا اخي هدي ولا تشك فيها ولا تكبر الموضوع، صدقني يمكن هي تطلع طلعات بسيطه، دام ان هي شلت ولدك الصغير يا اخي يمكن في ظروف ولا شيء. قال ظروف ليش ما تقول لي؟ ليش ان هي تروح من وراي تسوي كل شيء من وراي وانا في الدوام فتره الدوام؟ ايش معنى فتره الدوام هي تختفي؟ قال محمد احمد والله الشيطان قاعد يلعب فيك. فالفتره هذه بعد ما احمد بدا يشك فيها كثير وبدا يتضايق منها كثير، اسلوبه معاها ومع عيالها تغير 180 درجة، صار يصارخ ويعصب ويسب ويقذف، واحيانا يمد ايده على عيالها وعياله ويمد ايده عليها. يعني باختصار اللي يمد ايده على حرمه مش رجال، هذه خلاص قاعده، انت ليش تمد ايدك على حرمه انت مو برجال، هذه قاعده تمام. فوصل لهاي المرحله يمد ايده على زوجته بدأت تستغرب احمد ايش اللي صار له بالضبط؟ يعني احمد كان انسان ثاني، شو اللي خلاه يتغير؟ ليش احمد قلب 180 درجة علي؟ شو اللي صار بالضبط؟ شو اللي غيره وصله لهاي المرحلة؟ فلما كانت تقول له يا احمد شو اللي يخليك تنقلب علينا فجأة؟ قال والله مو بشغلك، انا عندي ضغط الدوام وما ادري شو وما ادري ايش. فزوجته من كثر ما هي كانت تفكر في احمد، من كثر ما هي متضايقة انه احمد اسلوبه تغير عليها وعلى عيالها، لدرجة انه عيالها صاروا يشتكوا يما ترى يعني ابونا اسلوبه وايد تتغير، يعني ايش اللي صار لابونا؟ وين ابونا القديم؟ ايش اللي صار له؟ فراحت زوجة احمد لصديق احمد اللي هو محمد. وفعلا لما راح احمد للدوام الصبح وهو داخل لقى زوجته مع محمد في المكتب. احمد اول ما شاف المنظر هذا انه زوجته قاعده تكلم محمد دخل المكتب وهو معصب، قال انت شو قاعده تسوي معاه وانت ليش معاه؟ قال محمد ايه كابتن روق هدي، ترى هي قاعده تشتكي وتقول انك انت اسلوبك تغير يا احمد، مو معقول انت داخل علي وقاعد تعصب علي وقاعد تلومني وتشك فيني. قال يعني شو المنظر هذا؟ ايش اللي جابك في مكتب محمد؟ قال له يا احمد هي جايه تسالني شو سبب ان احمد هالايام متضايق، احمد هالايام اسلوبه تغير، بس لا تصير شكاك على اي شيء تقلب عليه. قال اسمع اللي بيني وبينك انتهى يا محمد، لا عاد اشوفك، انا لا اعرفك ولا انت تعرفني. سحب على محمد ولا بينهم اي تواصل بسبب هالموضوع. واحمد لما رجع البيت كسر زوجته تكسير، ضربها سبها ما خلى فيها شيء. قالت يا ولد الحلال انت ليش تشك؟ انا والله العظيم كان المقصد اني بس اسال عنك وما ادري ايش، لان محمد انسان قريب منك وانا رحت عنده الدوام ما رحت عند بيته ولا شيء، انت ليش قاعد تشك؟ ما في اي فايده.
وشغال ضرب وضرب وضرب وسب ومدري ايش. فقال احمد شوفي اسمعي يا بنت الحلال، هذا اخر تحذير. العلاقة اللي بيني وبين محمد خلاص، انا ما اعرف محمد ولا هو يعرفني. اللي ابغاه منك الحين، اذا شفتك في يوم من الايام الوقت اللي انا في الدوام هذا، اذا شفتك طالعة ومو موجودة في البيت، يا ويل ويلك ويا سواد ليلك. قالت شو قصدك يا احمد؟ شو تقصد بالضبط؟ قال انا ادري انك انت تختفين، ادري انك انت فترة انا اكون فيها في الدوام تطلعين برا البيت. قالت خير ان شاء الله، انت لهالدرجة قاعد تشك فيني؟ انت مريض، نحن 20 سنة نعرف بعض، شو الشك الغريب اللي فيك يا ولد الحلال؟ انا الفترة هذه لما انت تكون في الدوام انا اروح لبيت صديقتي انا ازورها. قال شو تبين في صديقتك؟ انا قلت لك طلعات بينك وبين صديقاتك بس وقت الويكند. يا ولد الحلال ربيعتي تراها مريضة وعندها مشاكل صحية، انا اروح اطمن عليها واقعد وياها اساندها، لان هي ربيعتي، ما عنده حد، ما عنده سند. ايش تباني اسوي يعني؟ خل اتركها بروحها؟ انت ايش فيك؟ انت مريض. احمد ما اقتنع، قال لا تقنعيني. وصارت مشاكل كبيرة من بينهم، وقال لها هذا آخر تحذير. يا ولد الحلال قسم بالله هذا اللي قاعد يصير، أنا أروح عند ربيعتي هي تعبان. قال اسمعيني، ما في آخر تحذير، إذا شفتك برا البيت يا ويلك تبين تطلعين كلميني، غير هذا ما في. طبعا زوجة أحمد ضايقت شلت في خاطرها، والعيال كانوا يسمعون ضراوبه وصريخ وهم مو متعودين على الشيء هذا ابدا. كانت تصير مشاكل بينهم طبيعي، بس المشاكل زادت من بينهم. ومحمد حاول كذا مره يوصل لاحمد ويحاول انه يرجع علاقاته مع احمد، بس احمد ما في. كل يوم يشوف محمد يسحب عليه، ولا يكلمه ولا يرد عليه. انا لا اعرفك ولا انت تعرفني، اللي بيننا انتهى، انت شخص ما اثق فيك. لما احمد راح للدوام دقت عليه زوجته وقالت احمد هذا انا استاذنت لك وقلت لك اني انا ابغى اروح لبيت صديقتي، اسمعيني زين، انت استاذنتي ولا ما استاذنتي، سواء استاذنتي ولا ما استاذنتي نفس النتيجة، ممنوع تطلع من البيت. بس يا احمد طوطو سكر الخط. يعني هي ما استاذنت زعلت، ولما راحت استاذنت بعد زعلت، يعني ما فهمناك، انت ايش ناوي بالضبط؟ ما فهمناك يا احمد. بس احمد قال لا، ما في طلع، انت مين في البيت يا حجر كورونا؟ ايش فيه؟ ترى قالت لك ان هي رايحه لبيت صديقتها ربيعتها تساندها واقفه معاها، وليش الشك هذا؟ وفعلا قالت حق احمد تبى تروح معايا البيت، بيت صديقتي اوريك المنظر عشان تصدقني، انا مستعده. بس قال احمد لا تقصني علي، انا ما اثق فيك، انت كذابه، انت تلعبين علي، انت تشوفيني شخص مقصه. على اي اساس؟ روح تاكد. ما يبي يتاكد، قال انا اعرف انك انت يعني قاعده تقصين علي. وصل احمد لمرحله انه اخذ اجازه اسبوع كامل. متخيلين؟ اسبوع كامل اخذ اجازه بس عشان يراقب زوجته، وكل يوم ركب كاميرات في البيت وقاعد يراقب كاميرات البيت، يراقب زوجته، تحركات زوجته، مين اللي يطلع من البيت، مين اللي يدخل من البيت، مين اللي ما ادري شو. زوجته لما عرفت ان احمد خلاص ما يخليها تطلع من البيت عند صديقتها عند ربيعتها، فقالت لربيعتها شوفي يا بنت الحلال، هذا احمد زوجي يعني مش راضي اني انا اروح عندك البيت، فشو رايك انت تيجي عند البيت كل مره نفس التوقيت عشان يعني نكون ويا بعض، ويعني انت تحتاجين حد يساعدك ومن هالكلام. فقالت صديقتها خلاص تم، انا كل مره بي عندك نفس الفتره هذه، كل مره ربيعتها توصل عندها ويتمون مع بعض ويسولفون مع بعض، لان هي ربيعتها يعني وحده وحيده، ما عندها لا اب لا ام، ويعني اخوانها ما يسالون عنها، فظروفها صعبه وعندها ظروف صحيه، فكانت تكسر الخاطر. فقالت انه بدل ما تقعدين بروحك كل مره البيت لما يفضل، لما احمد يكون في الدوام تعالي البيت وبنستانس ونقضي الوقت مع بعض، ونفس الوقت يعني اهتم فيك واساعدك واكون سند لك. احمد كل مره يشوف المنظر هذا، سيارتي ربيعتها تنزل تقضي كم ساعه في البيت، تركب السياره وتروح، والمريض قاعد يتابع. يعني انت شفت بعينك بأم عينك ان زوجتك قاعده تجيب ربيعتها للبيت يوميا نفس التوقيت،
ومبين ان ربيعتها ماشيه بكرسي، مبين حالتها يعني سيئه جدا، حالتها الصحيه سيئه جدا. فبعد كل هذا انت شفت المنظر هذا، شفت ان زوجتك ما قاعده تكذب، رغم هذا كله بعد احمد مصمم انه لا، هذه البنت قاعده تقص علي، هي قاعده تمثل مع ربيعتها، متفقه مع ربيعتها عشان بس انه تمشي الموضوع. انا ما اصدق الكلام هذا يا اخي، انت يبالك طلاق ولا كيف؟ والله جد كل شيء كان مثل ما هو. الاسبوع مثل ما قلنا احمد ماخذ اجازه اسبوع، اليوم اللي قبل الاخير من الاجازه او نهايه الاسبوع صار شيء، والشيء هذا خلى احمد يندم ندم طول عمره. لان بسبب الشيء هذا، بسبب اليوم هذا والتهور والشك والمرض اللي في احمد، ودى احمد في 60 داهيه، وبندم ما راح ينساه طول عمره. طبعا عشان تكونون في الصورة، أحمد جيرانهم كان في شاب خلينا نسميه حمد. حمد هذا كان طبيب يعني طوارئ، في الحالات الطارئة يدخل ويساعد الناس. المهم ففي ذاك اليوم أحمد كالعادة ما كان في الدوام، كان قاعد يراقب البيت، كاميرات البيت. مريض، حرفيا مريض، فعلا مريض، شكاك 100% لدرجة مجنونة جدا. فقاعد يراقب اللابتوب، صاح بعد الدوام ماخذ اجازه اسبوع كامل، اجازه مرضيه، يراقب ايش اللي قاعد يصير تحركات البيت. ففجأة سيارة غريبة توصل عند باب البيت. طالع محمد بالكاميرا، كاميرات البيت، ولقى حمد الطبيب داخل البيت. طبعا المفروض إذا أحمد ما يشك في الناس، إذا أحمد ما يدخل في النية، إذا أحمد عقله سليم، إذا أحمد ما كان مريض، ما كان شكاك، المفروض لما يشوف المنظر هذا إنه في دكتور داخل، خلاص يعني يقول انه اوكي هذا دكتور، يمكن في شيء يعني يعالج الناس اللي داخل، في شيء محتاجينه، انه والله هو بيساعدهم. بس لا، ايش سوى احمد؟ بدال ما يروح ويحسن النية في زوجته بعد ما شاف ان هي ما تكذب عليه وان هي فعلا تجيب صديقتها وربيعتها، لا، ايش سوى؟ قفل اللابتوب، طيران عند البيت. وصل البيت وهو معصب ومتضايق ومحتر. دخل البيت وهو معصب، اول ما شاف السيارة دخل البيت وعلى طول راح الغرفة. اول ما شاف الطبيب، يا جماعة حمد كان طبيب يا جماعة، طبيب. فلما دخل الغرفة شاف المنظر، شاف زوجته واقفة مع حمد. طبعا الشيطان كان موسوس له، وهذا مو ناس ان حمد عبارة عن دكتور طبيب، فاهمين علي؟ فقال انت يا ما ادري شو، ويسب وقالها تدري ايش، انت طالق. طلقها. مسك حمد وبدأ يضرب في حمد، بوكس ورا بوكس ورا بوكس ورا بوكس. حمد تكسر تكسير. وزوجته من كثر ما هي كانت خايفة راحت اتصلت على الشرطة. فلما وصلت الشرطة ألقت القبض على أحمد. قام حمد وقال يا مريض، يا معتوه، يا شكاك، يا ما أدري ايش أسميك، يعني أنت جاي بدل ما تشكرني جاي تضربني؟ قال أحمد أشكرك على ايش؟ أشكرك على ايش بالضبط؟ داخل بيتي، ايش تبغى فيني أنت؟ قالت زوجته أحمد يا مريض، ولدك تدري ايش صار له اليوم؟ ولدك كان قاعد في الصالة قاعد يلعب، فجأة أكل حبة واختنق، وأنا من التوتر كنت قاعد أصارخ وصريخ عالي وما أدري إيش. حمد سمع الصريخ، جاء البيت أنقذ ولدك. يا شكاك، يا مريض، أنت بدل ما تروح تشكره تروح تضربه، تروح تكسره بالطريقة هذه، لا وفوق هذا تروح تطلقني. أنت طالق. شوف الشك وين وصل لك. أنت إيش استفدت؟ أنت خسرت زوجتك، وخسرت صديقك محمد، وخسرت عيالك، وخسرت صديقك ربيعك حمد الدكتور، وخسرت سمعتك. الآن أنت شخص مسجون. يا جماعة الخير، شوف خلينا نتفق على شيء، القصة فعلا فيها درس قوي، ودرس وعبرة لازم نحن نستفيد منها. القصة وصلت لي في الخاص، فشكرا للشخص اللي رسل لي القصة. هذا أول شيء. ثاني شيء الشك. والله العظيم يا جماعة الخير، الشك تراه مرض كبير جدا. أنا ما أقول لك إنك تكون إنسان ضايع وما تعرف حواليك، او تكون انسانه ضايعه ما تعرفين شو اللي قاعد يصير حواليك، انا ما اقول الشيء هذا، لكن خذوها قاعده.
الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده، حتى لو كان شيء إيجابي. الواحد لما يشك في الشخص، لما يدخل في نية الشخص، لما يطلع أفكار سلبية باتجاه شخص معين، الشيطان ينتظر اللحظة هذه. الشيطان لعبته الشيء هذا. الشيطان ما صدق إنه يلقى حد يشك في حد ويلقى حد يسوي فتنة من بينهم. أحمد أهله حاولوا يحضروه إنك لا تكون شكاك ولا تكون مريض ولا تحاول يعني تدخل في النية وما أدري إيش، بس ما سمع الكلام. وتم هذا الشك اللي فيه، كبر معاه 20 سنة متزوج زوجته والشك ما زال فيه. وشوف لين وصل، طلق زوجته وخسر ربيع محمد وربيع حمد الدكتور، وخسر سمعته وخسر دوامه. في نهاية المطاف أحمد بسبب انه هو ضرب حمد، الآن هو أحمد متهم انه هو اعتدى على شخص. في نهاية المطاف بسبب الشك والمرض اللي فيه صار شخص مسجون. أحمد شخص مسجون من بعد ما كان شخص سمعته زينة ويتعامل مع عياله وزوجته، ما في أحسن عنه. شوفوا وين قلب، وين وصل، وحالته إلى وين وصلت بسبب الشك. والله العظيم الشك مرض. لا تشكون في الناس، لا تدخلون بالنية، احسنوا النية. حصلت شخص شكيت فيه، يا أخي احسن نية، تجيب له مليون عذر. لا تروح على طول تشك فيه انه والله هو يسوي كذا، ورغم انه هو شاف ان زوجته فعلا تجيب ربيعتها في البيت بعد راح يشك فيها. خلوا الشك على صوب، كونوا حذرين، لا تكونوا ضايعين في حياتكم، بس لا تزيدوا الشيء على حده، لأن ترى بيقلب ضدكم. وصلنا لنهاية القصة، أتمنى أن القصة نالت إعجابكم. في النهاية إذا كنتوا أول مرة تتابعوني، أتمنى أنكم تشتركون بالقناة وتفعلون زر لايك، وأتمنى أن القناة تعجبكم جميعا. فعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم أي قصة جديدة تنزل في القناة. يعطيكم الصحة والعافية. كان وياكم أخوكم ماجد العوضي، وأشوفكم على خير وبقصة أخرى. وفي الختام كالعادة نقول نقطة وآخر سطر وبس.